السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر المشاكل المزعجة اللي ممكن تصادفك بالفوتوشوب هي مشكلة عدم تغيير الألوان وظهور هذه الرسالة، حيث ما تقدر تغير من اللون الأبيض أو إلى اللون الأسود أو بالعكس أو أي لون آخر. تظهر هاي الرسالة بعد ما تدوس أوكي كل شي ما يطلع لك. شلون نحل هاي المشكلة؟ طبعا طريقة كلش بسيطة بالفوتوشوب CC 15 طبعا. بس أنا المشكلة يعني انحلت عندي، فراح أسوي الخطوات بدون ما تطلع الرسالة من جديد. تابعوا إن شاء الله يفيدكم الشرح. روح على الفوتوشوب، عندي، روح على هاي القائمة هنا، نجي هنا نغير شكل الفوتوشوب أي شكل هنا، خلي مثلا هذا، طلع عندنا هذا الشكل. هسه نخرج من الفوتوشوب، بعد ما خرجنا نروح نفتحه من جديد. هذا فتحنا ربيع الشمالي، نروح نرجع على القائمة نفسه، نراجع الشكل القديم لأن هذا الشكل يعني شوف فارغ ما بيه شي، ما نقدر نستخدمه. أو أي شكل آخر تريده، مثلا هذا، إذا انت مثلا تستخدم هذا أو الشكل اللي أنا كنت عليه. نروح على هاي القائمة، نروح على هاي القائمة، نرجع الشكل القديم طبعا. هذا الشكل اللي أنا استخدمه، وبهاي الحالة بعد الرسالة ما راح تطلع عندنا إطلاقا. الآن انتهى الشرح، كان معكم رضا الأسدي.